خواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. البنات جيت نشارك معكم الغداء ديالي اليوم. نتوما كما كتشوفوا غادي نحضر معكم الخبيزه واللوبيا والحوت البنات. هذا هو الغداء ديالي، غداء متواضع جيت نشاركه معكم. تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساوش البنات لايك وكومونتير. كما كتشوفوا البنات هنا خرجت قديت، هانتوما تشوفوا تبارك الله. غادي نحضر معكم الخبيزه. جبت واحد الكميه كثيره ديال البقوله، شوفوا تبارك الله كل ربطه قداش، وثمن مناسب البنات 3 دراهم لكل ربطه. انا هنا جبتها شويه بكميه كثيره، غادي نقطعها البنات، غادي نحضرها معكم. غادي نغسلها وغادي نفورها مع الثومه، وغادي نوضعها البنات في بلاستيكات ونوضعها في المجمد باش ما نحتاجها نجبدها نلقاها واجده. صافي البنات تابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. هنا البنات شوفوا تبارك الله ربطات قداش. صافي هنا انا ديجا بديت كنقطع فيها ودرتها كتفور، ما شاركتش معكم من الاول. هنا راه هانتوما كتشوفوا في الكسكاس هي راه بدات كتفور البنات، وغادي نقطع عليها الثومه، واحد الكميه ديال الثومه نديرها تفور معاها باش ديك الساعات ملي نجبدها غادي نبقى ندير لها غير الشرموله، راك عارفين زيت البلديه والعطريه. صافي هنا هي طابت، من بعد ما هبطات هنا نزلات غادي نزيدوها واحد الكميه اخرى من الفوق بهذا الشكل. كما كتعرفوا هي راه دغيا كتنزل. صافي غادي نردوها باش تفور. غادي نقطع الكميه الاخرى، غادي نغسلها لاني مازال ما غسلتهاش البنات. انا غادي نقيها البنات تبارك الله راها نقيه، ما فيهاش شي حاجه، غير خصكم ضروري تغسلوها وتعاودوا تنقيوها. واخا كتجيبوها منقيه ولكن ضروري تعاودوا تنقيوها. صافي انا جبت واحد الكميه تبارك الله وفيره ديال القزبر ومعدنوس، حتى هو اللي غادي نقطعو. غادي نغسلوه مزيان وغادي نقيه وغادي نقطعوه مزيان وغادي نوضعوه في بلاستيكات ونوضعوه في المجمد. كما قلت لكم البنات انا كتعجبني البقوله تكون عندي في الدار بهذا الشكل، نحضرها. ودابا كما كتعرفوا رمضان كنبغيو نحضروها بحال هكا شلاضه مع الحوت. الا درنا الحوت مقلي ضروري كنبغيو داك الطبسيل بحال هكا ديال الخبيزه. ونقزبروا معدنوس غادي نفعلو حتى هو الحريره، غادي نقطعوه مزيان. هنا كيف ما قلت لكم البنات خرجت قديت بكري، تقديت الخبيزه واللوبيا ديجا رطبتها في الليل. صافي هنا الغدا ديالنا ها هو كيطيب. انا بديت كنقلي السردين واللوبيا ديالنا هي وجدات، وهنا غادي نخليو الخبيزه ديالنا تفور. شفتوا البنات انا ما شاركتش معكم الغدا من الاول، ولكن كلشي تبارك الله كيعرف يحضر اللوبيا. كان هذا البنات هو الغدا ديالنا. رافقته بشويه ديال الزيتون وشويه د الهريسه اللي ضروريه مع اللوبيا ومع الحوت.
هنا كما كتشوفوا خديت واحد الكميه ديال الثومه اللي نقيتها وغادي نديرها تفور مع الخبيزه. صافي هنا الخبيزه ديالي ها هي وجدات، خليتها تبرد على جنب. شوفوا تبارك الله غادي نوضعها في بلاستيكات ونحتفظ بها في المجمد. وهنا كما قلت لكم البنات تقديت قزبر معدنوس والكرافس، انا ديجا حضرتهم ودرتهم في المجمد، ولكن لقيتهم بثمن مناسب تبارك الله. شوفت القبطات قداش ثمن مناسب، جبتهم وزدتهم البنات. انا نقيتهم وغسلتهم وغادي نقطعهم من بعد ان شاء الله. كانوا هادو هما التحضيرات البنات، اول تحضيرات. ثم كتشوفوا الخبيزه هي راه وضعتها في بلاستيكات، وضروري غادي نحضر معكم واحد شويه ديال الخبيزه. هنا بالنسبه للعطريه البنات كنديروا التحميره، شويه الكمون، شويه البصار، شويه الملح، الهريسه، الحامض المصير والزيتون، وضروري البنات زيت البلديه باش كنحضروها. صافي هنا غادي نوضعوا ديك العطريه وغادي نوضعوا الزيت وغادي نشعلوا عليها تشحر. هنا من بعد ما وضعنا العطريه كما كتشوفوا نضيفوا لها شويه زيت البلديه، غادي نشحروها في المقله. الهريسه ضروري البنات في الخبيزه، والحامض المصير اللي قطعناه طريفات صغار مربعات صغار، شويه زيت البلديه البنات. صافي غادي نشعلوا عليها. هنا البنات شعلنا عليها وضعنا شويه ديال الزيتون، كيبقى لكم اختيار الزيتون اسود وهذا الزيتون الاحمر. صراحه انا كيعجبني لا في المرقه ولا في الخبيزه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالها البنات. كان هذا هو الاقتراح ديال اليوم، كنتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش البنات بارطاجوا مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.